السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت إليكم مجددا دائما مع مربى البرتقال. كنت في فيديو سابق درت لكم مربى البرتقال لورانج غابي. هذه المرة رايح ندير لكم مربى شرائح البرتقال. عندي هنا حوالي 3 كيلوغرام من البرتقال. طريقة تختلف تماما عن الطريقة الأولى. هنا واش راح نديرو، عفوا نحكموا لي زورانج تاعنا هكذا. هذيك الطبقة اللامعة راح نحوها بهذه كامل. عندكم هذا المحكى في البيت، نحكو مليح فوالا هكا. انا كنت ديجا حضرتهم كما تشاهدوا. شوفوا الصفرة تنحى هذيك الطبقة اللامعة اللي يجي فيها المرورية وفيها هذيك المادة الغازية. شوفوا هذه بهذه الطريقة نحضروا كامل لي زورانج تاعنا ونحطوهم في وعاء كبير تاع الماء، نغمروهم بالماء ونخلوه لمدة 24 ساعة معناتها يوم وليلة، ومن بعد نشوفوا المرحلة الثانية مع بعض. كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما طاب البرتقال درتو يقطر ليله كامله. شوفوا كيفاش جا ناشف، ما فيش قطره تاع الماء. هكذا الكونفيتير تاعكم راح يجي ناجح 100%. الان راح نمروا الى مرحله تقطيع البرتقال. انا راح نقطعوا دي رونديل شرائح، انتم تحبوا تقطعوه ابراج، كل واحد يقطعهم بالشكل اللي راهو حاد. لازم تكون عندكم سكينه او موس حاده باش يجونا هذوك لي رونديل الشكل تاعهم اشباب وما يتخسروناش اثناء التقطيع. اول حاجه واش راح ندير، نتخلص من هذه النقطه كما راكم تشاهدوا فيها، هذه نتخلص ايضا من هذه بهذه الطريقه. فوالا ونقطع البرتقال تاعنا هكذا. تكون ليبيسير حوالي 3 ملم ولا 4 ملم. كل واحد يدير السمكه اللي السمكه ماشي حوته سمكه ليبيسير معناتها السمك تاع الشريحه بالشكل اللي يحب هو. هذا هو السمك اللي كنت انا حاب نتحصل عليه، ثم ديروا السمك اللي تحبوه. فوالا نكملوا باقي الحبات ونمروا الى طريقه الطهي. بعد ما كملت قطعت البرتقال شرائح، حطيته في قدر اللي يفد لي الكميه، قدر شويه كبير لانه راح نضيف ايضا السكر ونضيف كميه الماء. قبل ما نحط البرتقال انا كنت زنته ولقيت الوزن نت معناتها 2 كيلوغرام و500 معناتها 2 كيلو ورطل. من العاده نحط مقابل كل كيلوغرام من الفاكهه 700 غرام من السكر. كل كيلوغرام مقابل 700 غرام من السكر. بما انه عندي 2 كيلوغرام و500 راح نحط ما يعادل كيلو و750 غرام من السكر. كيلو و750 غرام من السكر معناتها 2 كيلو الا ربع. يلا نحطوا السكر بشويه. هذه ماشي بشويه، دفعه واحده حطينا 1 كيلوغرام و750، راح نحط 1 لتر و750 سنتيلتر من الماء. عندي باطونات دو كانيل اللي لازم دائما نديرها في المربى. عندي ايضا لي كلو دو جيروفل القرنفل، كميه من القرنفل. نحط ايضا 2 حبات من الليمون القارص باش نخفف الحلاوه تاع السكر. بالنسبه للناس اللي ما يحبوش مذاق القرفه ولا القرنفل يقدروا يحطوا لي زانيس ايتوالي اليانسون عفوا ولا الجنجبر مثلا، شرائح تاع الزنجبيل راح يعطي نتيجه بزاف بيرفكت. راح نخلي القدر على نار متوسطه، نرجع لكم ان شاء الله بعد ساعتين ونشوفوا النتيجه النهائيه. تشاو تشاو. ها هو مربى شرائح البرتقال المرميلادا دي نارانخا، من اروع ما يكون. جربوا الوصفه وان شاء الله يا رب تعجبكم. الى وصفات اخرى ان شاء الله.